في قديم الزمان، في مملكة بعيدة، كان هناك سلطان عادل يحكم بلاده بحكمة وقوة. ورزق هذا السلطان بابنة وحيدة تدعى لونجة، كانت آية في الجمال، بوجهها المضيء كالبدر، وعينيها الواسعتين اللتين تشعان ذكاء وسحرا. كانت مدللة ومحبوبة، تعيش في قصر والدها محاطة بالحب والرعاية. لكن هذا الجمال لم يمر دون أن يلفت أنظار الجميع، حتى وصل خبره إلى مخلوق مخيف كان يسكن الجبال القريبة من المملكة، الغول. كان هذا الغول وحشا مخيفا، ضخم الجثة، قوي البنية، يرعب القرى ويهاجم المرين في الجبال. وعندما سمع بجمال لونجة، قرر أن يجعلها له مهما كان الثمن. ذات ليلة، تسلل الغول إلى القصر في ظلام دامس، وعندما سنحت له الفرصة، انقض على لونجة وخطفها من بين خدمها وحراسها، واختفى بسرعة البرق بين الجبال. لم تستطع لونجة أن تصرخ أو تستنجد، فقد كانت قوة الغول هائلة، وسرعته أكبر من أن يدركها أحد. عندما وصل إلى كهفه المظلم، قرر أن يخفيها عن العالم، فحفر لها بئرا عميقة، وجعلها منزلها. كانت فتحة البئر ضيقة بحيث لا يمكن لأحد أن يخرج منها بسهولة، لكنه زين المكان بالذهب والمجوهرات، محاولا إرضاء لونجة. لكنه لم يكن يعلم أن الحرية أثمن من كل الكنوز. كانت لونجة تجلس في قاع البئر، تنظر إلى السماء البعيدة عبر الفتحة الصغيرة، تحلم باليوم الذي تعود فيه إلى والدها، وقلبها يغلي بالحزن والخوف. مرت الأيام، حتى سمع شاب ذكي بحكاية لونجة، وكان معروفا بحيله ودهائه. قرر أن ينقذها، فتظاهر بأنه تاجر متجول يحمل بضائع نادرة، واقترب من كهف الغول وهو ينادي بصوت عال: لدي أجمل الأقمشة وأندر العطور. سمع الغول الصوت، وخرج من كهفه الضخم، متعجبا من جرأة هذا التاجر. نظر إليه بشك وسأله: ما الذي جاء بك إلى هذه الجبال؟ ألا تخاف من الوحوش؟ ضحك الشاب بخبث، وقال: أنا لا أخاف من شيء، ثم إنني سمعت أن الغول هنا يحب الجمال، فأحضرت له ما يناسبه. اغتر الغول بنفسه، وأراد رؤية البضائع، فاقترب من الشاب، وأخذ يقلب الأقمشة ويتفحص العطور، منشغلا بها. في تلك اللحظة، تسلل الشاب إلى البئر، وألقى بحبل إلى لونجة، وهمس لها: اصعدي بسرعة، قبل أن يكتشف الغول الأمر. عادت لونجة إلى القصر، وحظي الشاب بتكريم السلطان، وعرض عليه الزواج من لونجة، فوافقت بسعادة. وهكذا عاش في سعادة وهناء، وأصبحت قصة لونجة تروى للأجيال، ليتعلموا أن الذكاء يغلب القوة، وأن الحرية أثمن من كل شيء.